السلام عليكم الإخوان الأخوات، الجمهور ديالنا الحبيب داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم حنا كنتواجدوا مدينة أكادير، بالضبط في لاكورنيش ديال أكادير. معايا ضيف اللي جا من مدينة المحمدية، مدينة الزهور، اللي هو الصحفي وريجيستور سينمائي الأستاذ خالد أمين. مرحبا بك سي خالد. بارك الله فيك السي سعيد باهوس، تبارك الله عليك وشكرا على هذه الاستضافه، ومرحبا والف مرحبا سي سعيد باهوس. السي خالد، بغيت نسولك واش اول مره جيتي لاكادير ولا ديجا كنتي هنا؟ لا ديجا جيت اكادير، شحال من مره جيت اكادير، واكادير كيعجبني انا اكادير والناس ديال اكادير الله عمر نزار، وبالاخص من تلاقينا مع الجاه باشوش اللي هو سعيد باهوس، اللي هو فنان تبارك الله ومعروف، تبارك الله معروف لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي تبارك الله، وانسان عنده واحد الاخلاق معروف بها، وانسان داخل المجال تبارك الله بواحد تجربه مهنيه. وسي سعيد باهوس كينسولوا عليه حتى بعض الاخوان الفنانين والاعلاميين في الدار البيضاء وفي الرباط، وما كرهناش الا سهل الله سي سعيد باهوس يكون كاع قريب لينا ان شاء الله بحول الله، لان سعيد باهوس معروف حتى بالافلام اللي كيدير وحتى بالمسرحيات اللي كيدير، زعما تبارك الله عنده ما يقول تبارك الله. شكرا بعد على الشهاده. فعلا ما كرهناش اللي نستقروا في مدينه الدار البيضاء ولا الرباط، اللي حيت تما كتكون قريب للمهنيين بحال الشركات ديال الانتاج، بحال الفنانين، بحال الاذاعات الوطنيه والاذاعات الخاصه، ولكن ما سخيناش باكادير. اكادير راه مدينه زوينه، راه شفتي كل شيء، وقيلا غيبان لك الفرق كبير ملي كنتي هنا اخر مره وقبل ما نتعرف عليك، وهذه المره فاش جيتي غيبان لك الفرق يعني في مدينه اكادير. وهي بصراحه سي سعيد باهوس شنو نقول لك بالنسبه لاكادير بصراحه من حيث الكرم، الهدوء، الهواء، الناس بصراحه. عاوتاني كاين واحد حتى الواحد ما كيصابر ولا شي حاجه وكيبدل هذاك لا روتين ديالو، كيكون لي عنده واحد الاحساس تبارك الله زوين، لان كما كيقولوا حتى في واحد المثل عندنا حنا كيقول اللي صابر بزاف احسن من اللي عاش بزاف. حتى السفريات راه كتخلي الانسان عنده واحد النفس وعنده واحد الحاجه في صحته كيبقى بخير وعلى خير. فعلا مدينه اكادير مدينه جميله، فيها الهدوء، فيها الشمس، فيها الطبيعه متفتحه، فيها البحر، فيها كل شيء. ايوا نتمنى حتى اللي ما زارهاش يجي يزورها باش يشوف كل شيء بعينيه. ايوا كنرحبوا بك السي خالد مدينه اكادير ان شاء الله، وغادي تدور وتشوف حتى البلايص اللي ما عمرك شفتيهم. يا سي سعيد ديك المره فاش كنتي هنا، حيت قلتي لي كنتي وقيلا اخر مره كنتي ناس في فندق انزي، درتي شي ورشه ديالك؟ قمت بواحد الورشه ديال التصوير الصحفي والتصوير التلفزيوني مع جامعه ابن زهر. كان كيتنظم واحد المنتدى سميتو الاتحاد الدولي للصحفي مع جامعه ابن زهر، وجيت ورحبوا بيا وكل شيء، وقمت بواحد الفورماسيون زوينه دازت زوينه الحمد لله في مجال الصحافه بالنسبه للطلبه ديال جامعه ابن زهر. واش جيتي كمستفيد من الورشه ولا انت اللي قدمتي الورشه كمؤطر؟ انا اللي اطرت واحد الورشه في التصوير الصحفي والتصوير التلفزيوني مع جامعه ابن زهر، لانه علاش كان عندهم واحد المنتدى كينظموا وهو سميتو منتدى الاتحاد الدولي للصحفيين. جيت وعيطوا عليا وعطاوني الفندق، وصراحه بكل صراحه تهلاو فيا هذوك الناس فين ما كيكونوا المنتدى كانوا كيعيطوا. يعني المنتدى جيتي على حساب المنتدى طلبوك باش دير لهم ديك لا فورماسيون التكوين ديال الصحافه. مزيان. وهاد المجيه ديالك اللي جيتي هاد المره هادي، واش قلتي لي كنتي في تفراوت واقيلا؟ كنت سي سعيد بكل صراحه واحد الروبورتاج اللي هو انا كيعجبوني دوك الزوايا اللي هما ديال التفراوات، وماشي غير التفراوات في جميع المدن المغربيه. وجيت درت واحد الروبورتاج في واحد
في لا ريجون ديال تفراوت على واحد الموسم ديني ثقافي روحاني. وجيت وعيطوا عليا دوك الناس ديال تما، ومشيت جيت درت لهم واحد الروبورتاج زوين، لان داكشي تا هو تبارك الله زوين. وحتى بالنسبه لتفراوت، تفراوت ثالث مره كنجي ليها الحمد لله، لان تفراوت حتى هي مدينه زوينه الحمد لله. دابا الاغلبيه وبالاخص في هذا الشيء ديال الاشرطه الوثائقيه، لانك كتكتشف بزاف ديال الحوايج، اخص هذوك لي فيلاج بحال قلتي شي حاجه غاسترونومي. الناس ما بقاتش بغات كما كنقولوا العمارات الموبلات، الناس عندها واحد الثقافه اخرى. شوف دابا غير الناس ديال الغرب دابا كيموتوا على الثقافه ديالنا حنا البدويه بشكل عام. شوف اكتشفوا شي حوايج زوين. شنو اكتشفتي في تفراود السي خليل؟ واكتشفت اخويا ان شاء الله اكتشفت بعدا واحد شي ديور بعدا راه قدام 500 عام 600 عام. اكتشفت شي طرقان زعما شنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. هذوك الطرقان زعما بصراحه ودي سي سعيد باع، واخا تكون دير الرالي ولا ما عندكش واحد كيما واحد القلب صحيح واحد النفس تقدر كاع تسوق في هذوك الطرقان، لان دوك الطرقان راه بصراحه بالاخص الصديق اللي تلقى لي مسكين زعما وصاك بالليل راه بصراحه. وعاد فاش نعست في الدار عندهم ورحبوا بيا وكتبان لك كل شيء الجبال والاحجار زعما بصراحه شنقول لك. دوك الناس واحد المثل كيقولوا لو كان المشرق بلاد الانبياء فالمغرب بلاد الاولياء. عندنا اولياء الله الحمد لله في المغرب. اللهم بالنسبه للاكله ديال تفراوت شنو عجبك تما؟ الطواجنات كانت طواجنات زوينين وداك الشيء زوين الحمد لله. كل شيء على الاصل. والاملو املو العسل زيت اركان الحمد لله بصراحه. وداك اللبس ديال تفراوت ديال النساء وداك الشيء.